للحديث في هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور محمد العتيق، أستاذ علم الاجتماع في تخصص الشباب والرياضة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض. مساء الخير دكتور. هلا، حياك الله، يا هلا وسهلا بالمستمعين. ربما تكون هذه القضية قضية علم الاجتماع أكثر منها قضية الرياضة. دكتور، كيف تفسر هذه الحالة؟ يعني بالتأكيد الأندية الجماهير الرياضية في المملكة تعشق ناديها وتحبها، لكن نشاهد في نوع من التذبذب في الحضور الجماهيري في متابعة النادي. نادي النصر نشاهد حالة التفاف وحالة استنفار جماهيرية. الموضوع مش متعلق بالسنة هذه أو السنتين اللي فاتت، أعتقد الموضوع ربما له أبعاد تاريخية. دكتور، أولا يعني بسم الله ومسي عليك ومسي على ضيوفك والمشاهدين. الله يمسك. الحقيقة هو دائما إلى أن طبيعة الإنسان يحاول مواجهة التحدي، ويحاول أن يصر على أي معوق، يحاول أن يقلب بعض الحقائق من أجل إقناع نفسه، ويحاول التأثير على من حوله، يولد بعد ذلك فعل لتوجه معين. من هذا المنطلق قد يكون يعني نادي النصر أو جمهور نادي النصر تميز بأنه مر بثلاث مراحل. تميز أولا أنه مر فريقه بتحقيق نتائج، ثم تميز بأنه هناك لاعبين متميزين في فترة معينة، ثم تميز بأن هناك إداريين في فترة معينة حملة اللواء. هذا ولد عند جماهير النصر زرع نوع من التحدي والثقة مع النفس، وأن الانسحاب من هذا الموقف يعتبر هزيمة. صار تولد عندهم أنه لابد أنهم يثبتون للآخرين أنهم ما ينسحبون لأجل نتائج مجرد انتصارات فقط أو نادي حقق بطولة أو كذا، لا. حاولوا أنه دائما يعتبرون أنه لابد يعيدون النصر لوضعه الطبيعي، ثم ممكن يفكرون لو يمكن يسحبون فترة معينة أو أنه لكن لابد أنه يدعمونه حتى يصل إلى الدرجة الإيجابية اللي يبغونها. هذا يمكن قد يكون من الأسباب الرئيسة لهذا الجانب. طيب دكتور، يعني لاحظنا الفريق عندما يخسر أو يفوز الجمهور يحضر بكثافة، يساند الفريق، أي نوع من التفاعل، تصويت، مشاركة في منتدى، أي وسيلة تفاعل جماهيري. يعني لاحظ نادي النصر جمهوره لديه قدرة على التحرك الجماعي، وهذه سابقة في المجتمعات الخليجية. لأنه هو صار تحدي بينه وبين الإعلام. الإعلام صار هو يعطي جانب إيجابي، لأنك يا جمهور الشمس يا جمهور كذا، يعني أشياء معنوية. ويعطي في جانب ثاني، يعطي أنك يا النصر ما حققت بطولات أو نتائجك ما كانت ترضي أي شخص آخر عاشق للرياضة. صار عنده مفهوم ترسيخ مفهوم التحدي، لأنه لازم يقف ناديه بصورة متوازنة، يشعر بأنه لابد أنه يعود النصر كما يحب محبيه. طيب دكتور، في تحليل كان عند بعض المراقبين للساحة الإعلامية أنه نادي النصر تاريخيا قدم على أنه ليس النادي رقم واحد في العاصمة الرياض بسبب وجود سيطرة إعلامية لطرف معين على وسائل الاتصال ووسائل الإعلام. الجمهور النصر أو أنصار نادي النصر وجدوا أنه في هذا غبن لهم، فيحاولوا يثبتون أنه الحقيقة مختلفة عما يقدم في وسائل الاتصال أو وسائل الإعلام، فنحن موجودين، احنا رقم رئيسي، بالعكس قد نكون احنا الرقم الأعلى لكن صوتنا مغيب. تتفق مع هذا التحليل؟ لا، اصلا صوتهم لو هو بعض المرات قد يكون ردة الفعل تقويك اقوى، يعني تخليك تواجه الموقف باقوى مما كنت، يعني تزيد عندك الشراسة اكثر لما تحس ان غيرك يبغى يهضم في حقك او انه يقلل من امكانياتك. تبدا انت تضع عوازل لكي ما يوصلون إلى قناعاتك. فلا الآن جمهور النصر يعني لا، أنا متأكد يعني بعد فترة لو يحقق نتائج سيكون النمو عنده في الجماهيرية أقل مما هو لو يقيس مقياس
سيجد ان النمو سيكون اقل من نموه في الوقت الحاضر. الان يمكن النمو يعني يزيد مؤشره، يعني نقدر نقول مثلا 20% 15%، لكن انا اتصور انه لو حقق بطولات بعد سنه سنتين ثلاث ممكن يقل يعني نسبتين ثلاث، ما يزيد. يعني تعتقد ان نمو العدد الجماهيري او الارتباط الجماهيري مرتبط بحاله التحدي اللي يعيشها النادي؟ اي نعم يعيشها، وخاصه ان الادارات اللي مرت على النادي يعني دائما تعطي شحنات للجمهور بانك انت الجمهور، وانت وقودنا، وانت لولا وجودك ما نستطيع ان نصل، وهذا ان نصحح، وهذا ان نبذل، وهذا ان كله من اجل ان نرضيك. صار عنده قناعات انه لابد انه ما دام هالناس يشتغلون لي لابد اني اقف معهم. دكتور، استخدام خطاب الضحيه تاريخيا او الشخص دائما اللي المغلوط عليه، المخطئ في حقه، المظلوم، اثرت في المدرج، اثرت في الشارع؟ والله يعني تعرف انت يعني قد يسمون الان في المجال الرياضي الانحراف الرياضي اللي هي يشمل الشغب والتعصب وجميع مشاكل اللي تندرج تحته. لذلك احنا الحمد لله يعني ما بعد وصلنا الى قضيه الشغب المتعمد بقدر ما هو يعني مشاكل ردة فعل، تكون ردة فعل. يعني لا زلنا في مرحلة ردة الفعل فقط، ليس في الشغب. نعم. طب دكتور، في اعتقادك حالة النصر هي حالة استثنائية ولا في حالة قريبة من حالته في الأندية الجماهيرية؟ لا هو يعتبر في أندية أخرى الآن. في أندية أخرى الآن مثلا لو جينا لمصر الزمالك، لو جينا في بعض الدول اللي عندها أندية مثل هذه تجد أنها نفس الجمهور متمسك مع النتائج لها فترة ما هي متميزة. يعني نفهم من كلامك دكتور أنه ما النصر يحس جمهوره أنه النادي يعاني من أزمة، فلا بد من باب الوفاء أن يبقى معه، فلذلك يزيد الالتفاف وتزداد القوة. صحيح؟ نعم يزداد القوة، لكن أنا متأكد أنه لو استقر وضع النادي بنتائج وكذا معينة بدأ يفرق بين يعني خاصة في الجانب الحالي لما جاء الاحتراف وده فيبدأ يعشق اللعبة ويبدأ يميز. الآن هو نظرته أنه لابد النادي يحقق نتائج بأي أسلوب، يعني ما ينظر إلى أنه هذا يلعب الآن محترف ولا فني. نعم. عموما دكتور محمد العتيق، أستاذ علم الاجتماع تخصص الشباب والرياضة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك دكتور.